دبي ملهاش روح؟ لا بالعكس، يعني دبي جميله جدا، مدينه سياحيه جميله جدا. المكان لو موجود زي ده في مصر اقول لك كيو ار كود ومش كيو ار كود. عندنا برضو هنا بابليك بيتش في الجي بي ار جلوبال فيليج او القريه العالميه اللي فيها يمكن اكثر من 90 دوله. وعليكم السلام. نعم. الله ينور. اهلا بيك. كيف حالك؟ الحمد لله. انت لسه زعلان؟ مش زعلان والله. اصغر فلوجر في العالم يا جماعه اهو. يمكن اوفر ريتد شويه، لان يعني بالنسبه للاكل تعالوا بقى ايه شبعانين، يعني كل حاجه قبل ما تيجوا، لان مش مضمون يعني تلاقي حاجه ايه حلوه تاكلوها. اهلا بيكم يا شباب، اليوم الثالث هنا في دبي، وبصراحه يعني الواحد مش ملحق، المسافات هنا بعيده جدا، واحد مخطط لحاجات كتيره جدا، لكن بنحاول ناخد كل حاجه ايه واحده واحده. فهنبدا اليوم النهارده في ميراكل جاردن، حديقه الورود هنا في دبي. صراحة لا، مكان جميل جدا جدا وكل الوان كده وحاجة ايه يعني مفرحة. فهنبدأ الجولة هنا في ميراكل جاردن، بعد كده نروح باتر فلاي جاردن اللي جنب ميراكل جاردن، وكمان اخر اليوم نروح جلوبال فيليج، نستكشف جلوبال فيليج مع بعض. خلينا بقى نشوف هنا طيارة الايرباص A380 عاملينها بالشكل الجميل ده بالورد، والله يعني اختراع. اعتقد هم حاطين الايرباص A380 دي، او هي مش طياره حقيقيه، لكن شكل الطياره عامه ان هو بالحجم الطبيعي بتاعها، لانها فعلا ضخمه جدا في الحقيقه. حاطط لك يعني اللي هي مراوح كلهم المواتير، فالواحد مش محتاج بقى يروح هولندا ويشوف الورود في الربيع والكلام ده، لا انت تعالى دبي هنا في الشتاء تشوف كل الكلام ده في مدينه واحده. فوالله يعني دبي، اختراعات دبي ملهاش حل الصراحه. البلد نظيفه جدا، او المدينه نظيفه جدا، الشوارع منظمه، كل حاجه يعني ما فيهاش غلطه. فمش فاهم بجد الناس اللي بتقول ان دبي ملهاش روح، لا بالعكس، يعني دبي جميله جدا، مدينه سياحيه جميله جدا، لكن ما اعرفش بقى الحياه فيها، يعني معظم الناس تقول لك ان هي حياه روتينيه شويه وفي ستريس عالي. ففي ناس بتفضل بقى تعيش في ابو ظبي والشارجه وكده. فهي فعلا مجسم للايرباص A380. عندنا هنا كمان بقى ايه شويه كافيتريات، مطاعم، مكانين في كل حاجه، تيجي تتبسط انت واولادك، تاكل تشرب تلعبوا. والله لو انا دلوقتي كنت طفل 10 سنين ولا حاجه، انا كنت يعني ابقى اسعد طفل في العالم لو كنت فعلا جيت في المكان ده. اهلا بكم في مدينه سميرف، يعني اهو نصور الاجواء، اتفرجوا على الحديقه. ده برضو من طبيعه الفيديوهات ان مش لازم يعني اتكلم كتير او ان انا اصور نفسي كتير، لكن تعيشوا معايا الاجواء. برضو بالنسبه لي بتعتبر ايه كذكرى، يعني ان انا ارجع اشوف الفيديوهات دي والاماكن اللي انا يعني رحتها وكده. في دبي باتر فلاي جاردن، اهلا بكم. وهنا في المدخل عاملين زي فن معمول من الفراشات، هنا كذلك برضو كل حاجه معموله من الفراشات، اشكال جميله جدا. دي برضو فن معمول من الفراشات، لو بصينا هنلاقي التكشر نفسه معمول من الفراشه ومتلون عليه بعد كده. فاول ما تخشوا هيقابلكوا الساحه دي، بعد كده بتكملوا بقى ايه. كمل جولتنا بقى في الجي بي ار او جوميرا بيتش ريسيدنس هنا في دبي. ناس كتير حكوا عن المكان ده، بيقولوا ان هو جامد جدا، فتعالوا بقى ايه نروح فايف جايز نجرب البرجر الاول. ومعانا سعر الجيز برجر هنا 49 درهم. والله المكان جميل جدا 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 جدا، يعني بيفكرني بالساحل شويه، الساحل الشمالي في مصر، لكن احنا هنا ضعف 100 مثلا، يعني ابراج في كل حته ونظافه وفي تنظيم. يعني المكان لو موجود زي ده في مصر اقول لك كيو ار كود ومش كيو ار كود، مش هيبقى مفتوح لاي حد. يعني طبعا في شواطئ خاصه هنا في كل مكان، بس على الاقل ممكن تيجي هنا تقعد في مطعم تشرب قهوتك، المنظر جميل ويعني مفتوح للكل. فوالله عظمه دبي بجد. عندنا برضو هنا بابليك بيتش في الجي بي ار، فشيء كويس برضو، يعني اللي عايز يجي يعوم في المنطقه دي يقدر يعوم ببلاش، لكن الشاور والحمامات بفلوس. هنا عندنا هناك الادريس بيتش ريسورت، وزي ما انتم شايفين اللي هناك دي اطول عجله في العالم 250 متر، وسعر التذكره 145 درهم اللي عايز يركب، تلف بيك 38 دقيقه بس. يعني
مش في الخطة النهاردة، فخلينا نكمل بقى ايه ونشرب قهوة في الأدريس بيتش ريسورت. في قعدات بقى جوه هنا في اللوبي، وفي قعدات أول دور. الجو بدأ يشتي هنا في دبي، مطرة شديدة النهاردة. القهوة عادية شوية لكن المنظر يستاهل بصراحة يعني. مثلا البنتلي، اللامبورجيني، جي واجون برضو موجودة هناك، حاجات بسيطة يعني خالص. الجو مطر. طبعا يا شباب مكملين الجولة النهاردة بالليل في جلوبال فيليج أو القرية العالمية اللي فيها يمكن أكثر من 90 دولة، يعني تزور العالم كله في قرية واحدة. هي دي بقى ايه جلوبال فيليج. تعالوا نشوف بقى، نلف العالم كله في مش عارف كام ساعة. يعني هي الساعة دلوقتي 8 بتقفل 12، فأتمنى الواحد ايه ياخد جولة حلوة جوه ويستمتع يعني من الحاجات الغريبة قوي هنا في السكيورتي ان هم بيمنعوا المايكات، مش فاهم ليه. يعني الكاميرا اوريدي فيها مايك، فبقول لي ممنوع الاكسترنال مايك. يعني حاجة غريبة قوي، اللي هو عادي تتصور لكن مش مسموح يعني بالمايك. كل العادات والتقاليد اللي موجودة في العالم موجودة هنا في القرية العالمية. ايه ده يا جماعة؟ بصوا مساحات هائلة يعني كبيرة جدا جدا جدا. عندنا أول بلد هنا معانا تركيا، فاحنا ممكن يخش تركيا يتفرج، بس احنا هنكمل الجولة أول. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا جماعة أروح فين؟ يمين شمال ولا يمين ولا فين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبي تسلم. نعم. الله ينور. أهلا بيك. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت لسه زعلان؟ مش زعلان والله. تعال ضيف يا قلبي إلى جلابيه مصريه وابن مصري. تعالي يا استاذه اتفضلي. حلويات عسليات ثعلب مغتل كريم سوريا. لحد دلوقتي دخلت دولتين بس، اليمن مصر. واول حاجه لاحظتها انت بتخش مثلا زي اليمن، بتخش هم الباقيين عايزين يبيعوا، فكله اكسكيوز مي لو سمحت حضرتك يا جماعه ما تعرفش تمشي كده ايه، تاخد راحتك. كله عايز يبيع، فكله عمال يناديك. يعني احنا متعودين مثلا برضه في مصر، لا هنا بقى ضعف 100 بقى، يعني يمين وشمال، فانت مش عارف حتى يعني تستمتع بالاجواء قوي. ف بره السوق هنا عامة الأجواء أهدى شوية. واضح إن الهند قرية كبيرة هنا بقى، لأن هنود كتير جدا في الإمارات. لا بس قرية الهند طلعت أهدى مما أتوقع الصراحة يعني. الدنيا نايمة هنا شوية. عبايات تلاقي، ملايات تلاقي، خدات تلاقي، كل حاجة تلاقي هنا، توابل تلاقي. وهنا برضه زي اليمن في ساحة في النص زي مصر برضه اللي الناس تقعد تاكل يعني. عندهم هنا بقى حاجات اللي هي الأكل الهندي، بصراحة معرفش عنه ايه. سموسة، باني بوري، كل الحاجات دي موجودة. أصغر فلوجر في العالم يا جماعة أهو. Beautifully choreographed and a beautiful costume. عندنا هنا بقى الديكوريشن ايراني مختلف، البلاط زي ما انتم شايفين. كل دولة ليها الشكل بتاعها والاسواق بشكل مختلف. عندنا ساحة برضو هنا في النص والستيج، فهي كل دولة يعني ليها نفس النظام ده، الاسواق وشوية مطاعم وكمان الساحة في النص الناس تقعد تاكل والستيج. جبت هنا لوكميات، هنجرب لوكميات لأول مرة. هي شبه الزلابية كده المصرية بس عليها ايه دبس وسمسم. حلوة اللوكميات، يعني هي شبه الزلابية جدا، فهي تعتبر ايه زلابية اماراتي اديشن، بس هو الدبس والسمسم مديها ايه يعني طعم مختلف شوية غير اللي احنا متعودين عليه، بس جميل والله. يعني لحد دلوقتي في دول كتير ما دخلتهاش، امريكا عندنا، اوروبا عندنا، جزء برضو لكوريا، هناك سريلانكا والامارات وتركيا. لقينا اكل وعرفنا ليه اسم الشارع ده هابي ستريت. طبعا كشري ابو طارق مشرفنا في كل مكان يا جماعه في العالم. عمركم شفتوا بحيره لونها بتتغير؟ هتلاقوها هنا في جلوبال فيليج. لونها بيقلب كل شويه من احمر لازرق لاورانج. واحد برضو يأجر مركب زي دي يلفلف بيها. نختم الجوله بقى في القريه العالميه. بصراحه يعني مش قادر اكمل بقيه الدول، يمكن اوفر ريتد شويه، لان يعني
هي حلوه طبعا كشكل والاضواء كلها، ويعني حاجه خياليه. عمري ما شفت حاجه زي مكان زي ده بصراحه. لكن بالنسبه للاكل تعالوا بقى ايه شبعانين يعني، كل حاجه قبل ما تيجوا، لان مش مضمون يعني تلاقي حاجه ايه حلوه تاكلوها. يعني معظم الوجبات بتبقى اصغر شويه، الاسعار بتبقى اغلى شويه. لو انت جعان وجاي تلف يعني هتجوع اكتر، فتعالى وانت واكل عشان ما تجوعش.